السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آم، غيروا على دينكم يا جماعة، والله بجد غيروا على دينكم. لما من يومين شوية ستات واقفين يصلوا ويستهزئوا بالصلاة. انتوا واقفين قدام ربنا، انتوا مجرد ما فرشتوا المصلية وعملتوا ايديكم كده واتجهتوا للقبلة وقلتوا خلاص انتوا بتفصلوا عن كل حاجة ومع ربنا. لما الشيطان ياخد دماغكم ويسرح كده بتستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عشان تبقوا مع ربنا. لكن يوصل بينا الاستهزاء بالصلاة واحنا واقفين قدام ربنا رب العزة سبحانه وتعالى اللي خلقنا، يعني خلقنا وكرمنا وخلق لنا كل متع الدنيا وخلق لنا كل حاجة وادانا الصحة وادانا كل حاجة، نستهزأ بيه. يطلع بعدها بكام يوم شاب واقف يصلي والتاني عمال يديله السيجارة ويقف ياخد السيجارة هو في الآخر واقف قدام ربنا والله العظيم ما تربيتوا، والله ما تربيتوا، ولا عندكوا دين ولا عندكوا أخلاق ولا بتخافوا ربنا سبحانه وتعالى. ده الواحد لما بيبقى تعبان وبيصلي وهو قاعد بيستحي وبيدعي ربنا ان يديله الصحة عشان يصلي وهو واقف. وانتوا ربنا مديكوا الصحة ومنعم عليكم بنعم الدنيا، واقفين تستهزئوا بربنا سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فين دينكم؟ انتوا ما بتخافوش؟ يعني انا عايز اعرف، انتوا ما فيش هنا عقل؟ ما بتخافوش من الله سبحانه وتعالى؟ يعني ده احنا انتوا ما حصلتوش الكفار، يعني انتوا بقيتوا ألعن منهم. ان لم تستحي فافعل ما شئت. فين الدين وفين الحياء وفين الشرف وفين الكرامة اللي ربنا اداهم لنا؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ تخيلي حضرتك وانت واقفة تعملي كده، انت لو واقفة قدام رئيس الجمهورية هتتريقي وتعملي كده؟ انت لو واقف قدام رئيس الجمهورية هتعمل كده؟ بتستهزئوا بربنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بتستهزئوا مين؟ انتوا بتستهزئوا بنفسكم، والله العظيم بتستهزئوا بنفسكم. انتوا لا عندكم كرامة ولا عندكم شرف ولا عندكم دين ولا عندكم اخلاق. يا جماعة الشعب المصري او الشعوب العربية في ناس بتغير على دينها. انا واحدة بغير على ديني، انا واحدة صعبت عليا نفسي لما اشوف ستات انا ما كنتش عايزة اتكلم. هما بيعملوا كده عشان يتشهروا، انا ما كنتش عايزه اتكلم. بس لما يطلع واحد النهارده شاب النهارده، انت لو اهلك عندهم دين كان ابوك ضربك قلم نزلك الارض، والله امك ضربتك قلم نزلتك الارض. يا معدوم التربيه، يا معدومين التربيه، يا معدومين الدين، يا معدومين الاخلاق. انتوا فين؟ انتوا مش حاسين انتوا بتعملوا ايه؟ طب جرب كده ولا جربي كده وانت بتستهزئي كده عشان ترند وعشان فيديوهات وعشان خش التربة كده وخلي حد يقفل عليك الباب 5 دقايق، والله ما هتطيقي ولا انت هتطيق. ارجعوا لربنا، ارجعوا احنا عمالين نقول اللي احنا فيه ده من ايه؟ ما هو من اللي انتوا بتعملوه، ما هو من اللي انتوا بتعملوه، من الفجر اللي انتوا وصلتوا له. انتوا وصلتوا لدرجة فجر في وحشة. انتوا بتتطاولوا على الله سبحانه وتعالى، انتوا بتستهزئوا بربنا يا جماعه. مش كده. استغفر الله العظيم واتوب اليه، اللهم اني استغفرك واتوب اليك يا رب. يا جماعه مش كده، والله ما كده. ملعون ابو السوشيال ميديا، ملعون ابو الترندات، ملعون ابو القرف اللي وصلنا ان احنا نستهزأ بربنا سبحانه وتعالى. واقف تصلي وواحد بيديك السيجاره، ويا ترى انت صايم ولا فاطر؟ اكيد ده في نهار رمضان. زي ما بشوف ناس سواقين تكاتك وعربيات ماسكين السيجاره في نهار رمضان ولا في كسوف ولا في حياء. ده كان زمان الواحدة لما بيجي لها العذر كانت بتتكسف تاكل ولا تشرب قدام اهلها، علشان وهو عذرها وهو ربنا هو اللي اداها ده الحق ده. انتوا ما بتتكسفوش، والله ما عندكم كسوف ولا دين ولا رحمة ولا اخلاق. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي زيكم، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي زيكم.